أهلا بيكم. النهاردة هنتكلم في موضوع خطير جدا، وهنكشف كذبة كلنا تقريبا صدقناها في وقت من الأوقات: أسطورة إن الجاز بيقضي على باقي الفراش. الحركة دي بالذات معناها إنك بتعزم البق ينتشر في باقي الشقة، مش بتموته خالص. طيب نيجي بقى للسؤال المهم. ليه؟ ليه لحد النهاردة وناس كتير لسه مقتنعة إن الجاز هو الحل السحري، مع إن ريحته لوحدها كفيلة تخلينا نسيب البيت ونمشي؟ إيه السر ورا الأسرار ده؟ والمنطق بتاعنا بيقول إيه؟ أكيد طالما ريحته نفاذة وقوية بالشكل ده يبقى مفعوله جبار. بس للأسف في عالم الحشرات العلم له رأي تاني خالص. وهنا بقى بتبدأ المشكلة الحقيقية. اللي بيعمله الجاز مش إنه بيقتل، لأ، ده بيعمل حاجة اسمها تأثير التشتيت. الموضوع ببساطة إن الجاز ده مادة طاردة، أو زي ما بنقول عليها repellent، يعني وظيفته إنه يخوف الباقي ويخليه يهرب ويجري، مش يموت. ومن هنا بتبدأ الكارثة. خلينا نتخيل الموقف سوا. ريحة الجاز دي بالنسبة للبق عاملة زي صفارة إنذار حريق بالظبط. الحشرة مش بتموت، لكنها بتدخل في حالة فزع وهلع، وبتبدأ تدور بشكل جنوني على أي مكان آمن تستخبى فيه. وشايفين إيه اللي بيحصل؟ البق اللي كان متجمع في المرتبة بيهرب لأصعب وأعمق أماكن ممكن نتخيلها، جوه شقوق الحيطان، ورا بريز الكهرباء، والأسوأ من كل ده إنه ممكن يعدي من الحيطة ويروح لشقة الجار. يعني بدل ما المشكلة كانت محصورة في أوضة واحدة، إحنا بنفسنا اللي نشرناها في البيت كله ويمكن في العمارة كلها. الجاز ممكن يموت الحشرات اللي بيجي عليها بشكل مباشر، بس دول بيمثلوا كام؟ أقل من 10%. المشكلة الحقيقية في 90% اللي مستخبيين. دول كلهم بيهربوا وبيستخبوا أكتر ويتكاثروا ويرجعوا تاني بعد فترة أقوى من الأول. يعني من الآخر ده تأثير وهمي تماما. بس القصة مش بس إن الجاز مش فعال، لأ، الأخطر من كده بكتير إنه عبارة عن قنبلة موقوتة إحنا اللي بندخلها بيوتنا. والكلام ده مش من عندي، ده تحذير رسمي من هيئات عالمية زي وكالة حماية البيئة الأمريكية. استخدام مواد بترولية سريعة الاشتعال في مكان مقفول زي البيت ده ممكن يسبب كوارث حرفياً. وهنا اسمحوا لي أتكلم بصفتي كمدير جودة. يا جماعة، المخاطر دي مش مجرد كلام. خطر الحريق ده حقيقي وعالي جدا. الأبخرة السامة اللي بتطلع منه بتأذي الجهاز التنفسي، وخصوصا عند الأطفال وكبار السن. ده غير إنه بيبهدل العفش تماما ويسيب بقع وريحة مستحيل تطلع. عشان كده أي معايير جودة عالمية محترمة زي BRCGS بتمنع منعا باتا استخدام المواد دي في المكافحة جوه أي منشأة. طيب، والحل إيه؟ الحل مش في الرش وخلاص، الحل في علم اسمه هندسة السيطرة. المكافحة السليمة زي ما كل خبراء العالم متفقين هي منظومة متكاملة ليها خطوات واستراتيجية، عاملة زي خطة المعركة كده بالظبط، لازم تبقى مدروسة. المقارنة هنا واضحة زي الشمس. طريقة جازي بتنشر المشكلة وبتعرض حياتنا للخطر وبتدينا إحساس مزيف بالسيطرة المؤقتة. في المقابل الطريقة العلمية الاحترافية مصممة عشان تقتلع المشكلة من جذورها بأمان تام وفعالية أكيدة. المتخصص بيشتغل بخطوات علمية ومدروسة، بيبدأ الأول بفحص دقيق جداً عشان يحدد أماكن الإصابة بالملي، بعدين ممكن يستخدم طرق آمنة تماماً زي الحرارة أو البخار، ولو احتاج لمبيدات بيستخدم أنواع متخصصة ومسجلة وبتترش في أماكن معينة بس. والأهم من كل ده المتابعة عشان نتأكد إن المشكلة اتحلت للأبد. وفي الآخر خلوني أوجه رسالة أخيرة واضحة ومباشرة. كل واحد فينا لازم يسأل نفسه السؤال ده: هل الحل الوهمي والسريع ده يستاهل إني أخاطر بسلامة بيتي وصحة ولادي؟ هل يستاهل خطر حريق أو حساسية صدر؟ يا جماعة خلونا نتفق، الجاز خطر كبير على صدر أطفالنا، وقنبلة موقوتة ممكن تسبب حريق في أي لحظة. وفوق كل ده هو مش بيحل المشكلة، بالعكس ده بيخليها أسوأ. البق محتاج علم وهندسة سيطرة، مش حلول شعبية خطيرة. لو أي حد محتاج استشارة فنية حقيقية مبنية على علم، أنا موجود. ده رقمي المباشر، تقدروا تكلموني عليه في أي وقت. شكراً لكم.